السلام عليكم. فقنا اليوم شويه بكري والدماغ صافي. قلنا نتكلموا في هذا الموضوع اللي كنحاولوا من خلاله نديروا واحد المقاربه للنفس البشريه. الانسان تقريبا فيه ثلاثه الانواع. هاد التصنيف اللي كنقول راه ماشي تصنيف صحيح، ولكن غير باش نوضح لكم واحد الفكره اللي بغيت نهضر عليها. ثلاثه الانواع: النوع الاول كيعيش غير فقط كيعيش في المستقبل. ما مسوقش الحاضر ديالو، اللبس ديالو نهائيا. هو فقط باغي يحقق الأحلام ديالو المستقبلية. وباش يكون المثال ديالنا حنا أكثر وضوح، نستعرو واحد الاسم سميتو خالد اللي جا من البلاد. وهاد الخالد هذا جا دار مشروع ديال المحلابة، بحكم أن ولد عمو المعطي اللي دار الدار تا هو خدم في المحلابة. فبالتالي هاد خالد غيهمل أي حاجة عندها علاقة بالحاضر ديالو. اللبس، الحمام، الحسانة، يعني أي حاجة كتبينو على أنه إنسان سوي وطبيعي كيهملها. فبالتالي هو مسوق أنه غيدير دار بحال اللي دار ولد عمو وصافي. فبالتالي كتلقاه دائما كيمشي ياخد حوايج من البال ديال 5 دراهم. هادشي مني كيسالم من الحانوت في نهار العيد ولا شي حاجة. اما هو كيشتغل 24 ساعة على 24، 7 الايام في 7 الايام. ما كيخرج، ما كيدور، ما حتى شي حاجة. والنهار اللي كيحقق هذاك الحلم ديالو كيلقى راسو بانه ضيع سنين كثيرة من حياته اللي ما استمتعش بها. او بعض الاحيان، او في كثير من الاحيان، هذاك الحلم ديالو اصلا ما كيتحققش، لانه يا اما توفى، او جاه شي مرض، او جاتو شي حاجة. وهادشي كامل سوء تقدير منه، اللي ما فاهمش الطبيعة البشرية. مفهوم الخلود او انك تحقق شي رغبات مستقبلية، هادشي راه كيتعارض مع الطبيعة المهترئة ديالك. اللي يقدر في اي لحظة يجي شي فيروس بسيط او شي مول طاكسي سكران ويردك مرحلة العدم. وعندنا الانسان الثاني، هذاك الانسان اللي عايش في الماضي، اللي ولا مسجون في الماضي، ما كيفكر حتى شي حاجة في المستقبل، او اي حاجة في المستقبل كيعيشها او في الحاضر كيدير له واحد الربط مباشر مع التجارب ديال الماضي ديالو. نستعر واحد الاسم سميتو نوفل، واسم اخر سميتو عائشة. نوفل تعرف على عائشة، وعائشة دارت ليه الرا والضو، وهزو الماء وضربو الضو ودات ليه رزقو. نوفل تصدم، ولا كيقيم إكرام وبهيجة وخديجة وزيد عليهم حتى لطيفة على أنهم كلهم خيبات وبنات البغيات كيف ما كيقولوا الدراري. حيت علاش؟ حيت عيشة ذات ليه الرا والضو. نوفل ضحية عيشة، وهذاك الألم اللي سبات لي عيشة خلاته دائما كيعتمد على الماضي ديالو باش يدير تقييم الحاضر. ويكفيه فقط واحد التشابه في الصفات الأنثوية ديال عيشة. مثلا تلاقى مع نعيمة اللي نيفها تقريبا كيشبه العيشة، فهو كيكره هذيك نعيمة، وخا هي مسكينة ما كتعرفوش وكتشوف فيه وتقدر تزعط فيه كاع مثلا لأبعد الحدود. ولكن هو كيتحول واحد البسيكوبات اللي هامن المستقبل ديالو، كيفكر فقط انطلاقا من الماضي. عطينا المثال ديال نوفل وعائشة، لكن الحقيقة هذا المثال ما غيشرحش لنا فقط هذا الانسان، او هذا الانسان اللي عايش في الماضي. حيت كاينين بزاف ديال الصفات اخرين اللي نقدروا نقولوا، مثلا تراكمات في الشغل، تجارب ديالو في الشغل، تجارب ديالو في الدراسة، اللي كتلقى الانسان وصل لواحد مرحلة اليقين بانه الدراسة راه ما يقدر يدير فيها حتى شي حاجة. علاش؟ حيت هو مني كان قرا في السابعة وفي الثامنة ما دار حتى شي لعبة. فبالتالي خوصل عنده 40 عام أو 50 عام، فكرة أنه يرجع للدراسة ويبدا يتعلم فكرة ميؤوس منها انطلاقا من تلك التجارب اللي عاشها. وزيد تجارب في المال، تجارب في السياسة، تجارب
في بزاف الحوايج الانسان كيكون افكار عليها في الماضي، وكيبقى هذاك الماضي هو المصدر الوحيد باش يفسر الحاضر. هاد الانسان غالبا كتلقاه حتى هو ما مسوقش راسو، وها من راسو كيبان ليه الحاضر ديالو بانه ما كيسوى حتى شي لعبه، والحاضر ديالو ما عنده حتى شي قيمه، ما دامت تلك التجارب اللي داز منها كلها شرشماتو وما خلاتوش يفكر بشكل الصوره. ما علينا. نجيو للانسان الثالث، واللي هو الانسان اللي عنده الصواب في الحياه ديالو. وهذا الانسان نقدر نسميه الانسان اللي كيعيش الحاضر ديالو. ومني كنهضروا على الحاضر، الحاضر راه ما كيكونش الا بفتره. هو الحاضر بحال كتقول واحد الخيط رقيق بين الماضي والمستقبل. هذا الخيط هذا كيدوز باجزاء من المئة، في كل تنفس، في كل غمضة عين، هذاك راه حاضر ولا ماضي، و... وماضي ولا حاضر، او مستقبل ولا حاضر. فبالتالي الحاضر بحال كتقول واحد الشعرة رقيقة اللي كتفرق ما بين الماضي والمستقبل. فبالتالي انك تعيش في الحاضر هذا لا يفيد بانك انت ما كتعيش في المستقبل وفي الماضي. ولكن شنو هو المهم من هذه الكلمه ديال انك تعيش في الحاضر؟ المهم هو ان الاهداف ديالك تكون منطقيه، وفي نفس الوقت كتراعي الطبيعه المهترئه البشريه ديالك. اللي قلنا قبيل ان اي واحد جاي سكران مول الطاكسي مثلا، او شي فيروس موسخ جاي من شي حيوان منقرض، غيخليك انت تفقد الحياه ديالك بكل اريحيه. وايضا الانسان اللي عايش في الحاضر ما كيهملش الماضي ديالو لكن كياخذ منه غير المسائل الايجابيه، مثلا نقطه بي بلان سي، وكينسى الاشخاص وما كيصنفش الناس من طريق الاشخاص، فقط كياخذ الاخطاء اللي وقع فيها هو في الماضي والاحلام اللي باغي يدير في المستقبل، وكيعيش هو في الحاضر. كتلقاه كيلبس مزيان، مهتم براسو، كل نهار عنده هو بدايه جديده، كتلقاه كيدير رياضه سبور، والهدف ديالو هو انه يعيش بخير. مني كيتخلص كياكل في كرشو، وكتلقاه دائما عايش مع وليداتو، ماشي حاط مرتو في البلاد ومن العيد الكبير للعيد الكبير كيمشي عندها، لا، كتلقاه عايش وسط وليداتو، عايش وسط الاحباب ديالو، دارين بيه صحابو، وهو هذا الانسان الايجابي. المهم هذه دردشه بسيطه بغينا نبداو بها هذا النهار هذا، ونهار مبارك ان شاء الله لاي واحد تسمع هذا الفيديو. وما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب القناه مزيد من هذه الفيديوهات. السلام عليكم.